السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي. انا ياسمين ودي قناتي. اتمنى لو اول مره تشوفوني تشتركوا في القناه، تشجعوني بلايك، وكمان تكتبوا لي كومنت حلو منكم. زي ما انتم شايفين كده بدأنا الفيديو بتاعنا. حبيت بس ان انا اوريكم في الاول السندوتشات اللي انا كنت عاملاها لاولادي، بتاعه الفول والطعميه، يوم ما كنت رايحه خطوبه اختي. المقطع ده من يومها. فانا حبيت بس اوريكم ان هما ما بياكلوش كل الاكل يعني. زي ما انتم شايفين كده متبقي سندوتشات يعني. سندوتش وتلات ارباع كمان. هنبدأ بقى الفيديو بتاعنا. هنغسل شوية المواعين اللي عندنا دول، وطبعا ده كانوا شوية اطباق كده كنت محمرة لهم بطاطس الصبح، وكان طبق جبنة، وكان معلقة وطبق كده بايتين زي ما انتم شايفين كده. بعد كده بعد ما اخلص المواعين بقى هنشوف هنعمل ايه في المطبخ. طبعا انا كان متبقي السندوتشين زي ما انتم شايفين كده، قلت اغطيهم واحطهم على الترابيزه، والله لو جاعوا يبقوا ياكلوهم. وغطيتهم كده زي ما انتم شايفين بغطا الميكرويف. النهارده بقى قلت ايه؟ قلت هطبخ ايه؟ فببص كده لقيت القرنبيط. فاكرين القرنبيط اللي انا قلت لكم زوجي جاب لي قرنبيط؟ فلقيت ان هو لونه ايه، غير كده. فقلت لا، الحق بقى ان انا ايه اجيبه واسلقه واجهزه كده النهارده. حبوا ان هم يتغدوا بيه، مع ان انا ولادي ما لهمش في القرنبيط يعني، تمام. ما حبوش ان هم ياكلوا منه، خلاص هاكل انا وزوجي من القرنبيط، وهم هعمل لهم اكل تاني. فانا اول حاجه كده قلت ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا ايه ننضف القرنبيط ونقطعه. فبصراحه يا جماعه انا ماليش في عمايل القرنبيط قوي، بس انا قلت اجرب كده ان انا اقطعها، هي صغيره اصلا، على 4 كده بالسكينه. لقيتها ان هي مش نافعه. قلت خلاص انا هقسمها بايدي كده عشان تطلع ايه الحته بحتتها كده. فكل ما بقطع حته الاقيها ايه تروح فكه مني. فقلت مش مشكله، هنتعامل على نفس الوضع اللي انتوا شايفينه ده. زي ما ايه ما انتوا شايفين، زي ما اكون بحارب في القرنبيط. فاللي كان بيصورني همسة، فبرضه ايه مزومة عليا قوي يعني. والحقيقة انا اليومين دول بصراحة مش عارفة اصور يعني. انا مش عارفة اصور، لا بنصور بس عشان انا مش خبرة في موضوع التصوير ده، فمش مظبوط قوي يعني. احنا طبعا يعني ساعات همسة بتصورني، ساعات بصور على الستاند، بس التصوير مقرب قوي عشان انا طبعا مش عايزة اظهر يعني. فبيبقى زوم قوي يعني، يعني فاهميني، فالفيديوهات مش بتبقى ظابطة. بس ان شاء الله باذن الله مع الاستمراريه والتدريب هنصور احسن من كده ان شاء الله. فزي ما انتم شايفين كده بقى ايه، همسه قاعده تلعب، بتصورني وبتلعب في القرنبيط. فمش مشكله، ده احنا ايه بنشتغل وبنتسلى وبنضحك وبنهزر. إيه المهم ان هي واقفه تساعدني يعني. فقلت لها يعني انا بحاول ان انا اعلمها، بصي يا همسه والقرنبيط كذا والقرنبيط كذا. هي طبعا لسه صغيره يعني، همسه عندها 12 سنه، فلسه بدري عليها في الطبيخ. بس بخليها تساعدني صراحه في شغل البيت يعني، تشيل حاجه، ترتب حاجه، تكنس الارض كده يعني، الحاجات البسيطه دي. هنا بقى جيت على النار، حطيت ميه وكمون وملح، وهبدا بقى ان انا اسلق القرنبيط بتاعي. طبعا زي ما انتم شايفين كده معايا. اما الميه غليت رحت انا ايه حاطه القرنبيط بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هسيبه يتسلق بس مش لدرجه ان هو يتهري يعني. اول ما احس ان العود كده بتاعه استوى ابدا ان انا ارفعه من الميه. ايوه يلا. ماما جايبه مفاجأة. هي المفاجاه. استنى عشان كليك وهي الله. ميرسي يا هنا، شكرا. جايبه طيب حطي البيض ده على جنب بالراحه. انت جايبه شيبسي الهمسه وليكي وليا بلازو. تمام، ميرسي يا هنا، ميرسي ميرسي ميرسي. بحبك قوي. وانا كمان بحبك قوي. سمعتي؟ يلا سلمي على الناس بقى، قول لهم هاي. هاي، انا بنت اسمي ازيكم عاملين ايه؟ انا هنا وبحب اوريكم ثانية بس. انا هنا وماما هي اللي بتصور. يلا باي. كنت نزلت هنا زي ما شفتوا كده في الفيديو، نزلتها تشتري بيض وجابت حاجة حلوة ليها ولاختها، ولقيتها جايبه لي كمان بلازو. انا بحب البلازو جدا بكل الانواع بتاعتها، شوكولاتة بيضة بالفول السوداني، شوكولاتة دارك، اي حاجة. هنا بقى حبيت ان انا اكمل بقية المواعين بتاعتي. فغسلت كده كل المواعين زي ما انتم شايفين، الكوبايات بقى والكام طبق اللي كانوا في الحوض. عما الكرنبيط يتسلق
بعد ما القرنبيط اتسلق بقى هنبدأ بقى نجهز مع بعض بقية الحاجات اللي احنا نعملها. طبعا النهاردة قلت هعمل قرنبيط مقلي، وبحب اقول قرنبيط مش قرنبيط، مش عارفة ليه، بحس ان هو كده اسمه صح. فهنعمل بطاطس محمرة وقرنبيط، وهنعمل كمان ايه بابا غنوج، بتنجان بابا غنوج، وكان عندي بتنجان مقلي هحطه برضو جنب الاكل بالدقة كده، بصراحة جميل جدا، كنا شاريينه من مطعم بتاع الفلافل، زي ما بيسموه بتوع القاهرة بيقولوا عليه مطعم الفلافل. فهنجهز كده مع بعض ونشوف. طبعا اللي اتغدى من الاكل ده انا وزوجي. ولادي بقى طبخت لهم رز وبطاطس مدفونة. لو في حد يعرفها في المتابعين اللي عندي في القناة يقول لي هل هم برضو بيحبوا الأكلة دي زي ولادي. طبعا يا جماعة أنا قناتي بسيطة جدا، وعايشة نفس عيشة أهلي وعيشة جدتي الله يرحمها. احنا متعودين على كده، ناكل مكرونة، ناكل رز وبطاطس، ناكل رز وبطاطس مدفونة، بناكل فراخ وبناكل لحمة وبناكل شاورما وبناكل بيتزات وبناكل كل حاجة، بس بناكل اللي على ذوقنا احنا. مفيش حاجة اسمها فقير ولا غني ولا ياي الاكل ده مش عارفة ايه، لا كلها نعمة ربنا. فانا ولادي بيحبوا الاكلة دي جدا جدا جدا، خصوصا في الشتاء، فانا بعملها لهم كتير، يعني ياكلوها كمان عن الرز والعدس اللي هو بيسموه الكشري المصري. فانا بحب اعملها لهم، وبيحبوها مع طبق سلطة مع شوية عصير، يحبوا ياكلوها قوي قوي. فقلت ماشي مش مشكلة، خلاص هعملها لهم. ولو اتبقى منها حاجة طبعا انا مش بعمل يعني مثلا طبق صغير، لا انا بعمل حلة. لو اتبقى منها بحطها مثلا في التلاجة، تاني يوم بين الوجبات اكلهم منها، مش هتخسر يعني. فخلصنا بقى المواعين بتاعتنا زي ما شفتوا، ببدأ بقى ان انا ارصها في الرشاقة بعد ما صفيتها كده. وتعالوا بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض بعد ما خلصنا المواعين. اول حاجة حبيت ان انا اجهزها سلطة بابا غنوج. كان عندي بتنجانة، ولعت عليها نار البوتاجاز وحطيتها بقى وقعدت اقلبها يمين وشمال لغاية ما ايه ما تشوي. تحبي بقى انتي تشويها في الفرن براحتك، انا بالنسبة لي نار البوتاجاز اسرع. جبتها بقى هنا في الكبة بتاعتي الصغيرة الجميلة دي، ورحت اخدها ضربة بعد طبعا ما قشرت القشرة بتاعتها. وهروح حط عليها ايه بقى، هروح حط عليها ملح، فلفل، فص توم زي ما انتوا شايفين معايا كده. وانا التوم عندي بكون مقشراه وفرماه وحطاه في علبة في الفريزر. آه، ورحت حط عليها علبة زبادي. ليه بقى؟ انا بحب طعمها بالزبادي، يعني بحس كده ان هي مش بتنجان كلها بتنجان، لا، بحس ان هي كريمي كده، يعني الزبادي بتديها طراوة كده. حابة تحطي نص علبة زبادي براحتك، انا حطيت علبة زبادي عشان تبقى خفيفة، تبقى عاملة زي سلطة طحينة كده. ورحت حط عليها بقى ايه شوية خل، وزي ما قلت لكم ملح وفلفل، وبنعصر عليها برضو طبعا ليمون، يعني نص ليمونة كده او ليمونة حسب ما انت تحبي بقى المزازة بتاعتها. وطبعا ما تنسوش تضيفوا الطحينة البيضة. فانا هحط كل حاجة معاكم زي ما انتم شايفين. اخر حاجة هي بضيفها الطحينة، وبعدين هنبدأ بقى ناخدها برضو ايه ضربة كده ايه سريعة في الكبة. طبعا انا عندي خضرة برضو مفرزاها في الفريزر، بجيب الخضرة اغسلها واصفيها، شبت وبقدونس، ممكن كزبرة على حسب يعني ما زوجي بيجيب يعني. وبفرمها بحطها في كيس نايلون من هو اكياس التلاجة دي، بحطها في الفريزر. كل ما احتاج اروح اخده منها وهي متلجة، مش لما تفك. لو فكت هتلاقيها بقت عاملة معاكي زي المية كده. باخد الخضرة وهي متلجة. فزي ما انتوا شايفين بعد ما حطيت بقى الليمون هاخدها ضربة في الكبة كده. وزي ما انت عايزة بقى، عايزة تفرميها اكتر حابة، يعني على حسب ما انت حابة تضربيها في الكبة. يعني ممكن تاخديها لفة واحدة، ممكن تاخديها لفتين زي ما انا عملت كده، براحتك. طبعا انا كنت جايبة طبق على اساس ان انا احط فيه سلطة البابا غنوج دي، وبعدين احطها في طبق التقديم. رجعت قلت طب انا ليه يعني الخطوة العذاب دي، ما انا هجيب طبق احط فيها ايه السلطة كده مرة واحدة، وبعدين اروح حط عليها الخضرة.
نزلت كده زي ما انتوا شايفين كل البابا غنوج كده، وهروح بقى ايه جايبه شويه خضره زي ما قلت لكم اللي انا مفرزاها. طبعا لو الخضره عندك يعني لسه جايه طازه يكون افضل بكتير، بس انا الحقيقه زوجي ما كانش موجود، ويعني هو في شغله وانا مش طبعا ولادي مش هيعرفوا ينزلوا يجيبوا لي خضره ابدا يعني، وبتاعه الخضره اصلا بعيده عني قوي يعني، لازم اركب عربيه علشان انزل السوق علشان اجيب خضره. فانا قلت اتصرفي باللي عندك دلوقتي، حطيت خضره زي ما انتوا شايفين من اللي في الفريزر، اللي بتاع تقليبه كده، وبرده كانت حلوه وجميله وطعمها جميل جدا. انا كده خلصت عندي ايه سلطه البابا غنوج زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده، سهله بسيطه ما خدتش اي وقت خالص. خش بقى بعد كده على ايه، على الكرنبيط. هنقلي الكرنبيط. طبعا انا بقليه بالبيض وخلطة كده يعني قايله لي عليها حماتي الله يديها الصحة. احنا كنا زمان بنقلي الكرنبيط نحطه في البيض كده ونقليه، هي قالت لي لا حط عليه ايه شوية دقيق، فقلت لها طيب ماشي. فالمهم حطيت عندي زي ما انتم شايفين كان عندي كان في بيض اصلا عندي، حطيت زودت عليه بيضة، وحطيت عليه شوية ملح شوية فلفل بالشوكة بقى، هبدأ ان انا اقلبهم كويس قوي واحط عليهم شوية دقيق، ونبدأ ان احنا نقلي الكرنبيط مع بعض. طبعا انا بدأت ان انا احط الزيت على النار، هديت النار، لازم نهدي النار منعليهاش قوي عشان ما يتحرقش مننا، وحطيت شوية زيت كده محترمين، لا كتير قوي ولا قليل قوي، وحطيت زي ما حماتي قالت لي كده معلقتين دقيق، بس مش عارفة ليه برضو ما بيطلعش حلو زي بتاع حماتي الصراحة. بصوا يا جماعة الاكل عموما يعني في حد كده بيبقى مميز في حاجة معينة، وانا حماتي بسم الله ما شاء الله بتعمل قرنبيط حلو جدا. هو وعارفين حاجة كده احنا بنسميها هنا في دمياط العجة، اللي هي البيض على الدقيق على الخضرة اللي بتتعمل قرص دي كده، مش عارفة بيسموها في البلاد التانية ايه او في القاهرة. فايه ماشي حاله. حطيت كده الكرنبيط زي ما انتوا شايفين كده، وبدأت بقى ان انا اقلبه كده في البيض، وهنبدأ ان احنا نحمره. بعد ما حمرناه لسه متبقي عندي كرنبيط، يعني انا عملت اول مقلايه كده لسه متبقى عندي كرنبيط، فقلت ايه اعمل بيضه كمان. رحت جايبه بيضه نفس الخطوات اللي احنا عملناها، ملح وفلفل وشويه دقيق، وقلت بقى المره دي اعمل ايه، اخلي البيض والملح والفلفل كده، واجيب طبق تاني فيه الدقيق واقلب فيه البيض قال يعني عشان ما يكلكعش، لقيته برضو كلكع. فانا علينا فضلت اقلب فيه كويس قوي قوي زي ما انتم شايفين كده، وبرضو بدات اعمل نفس الخطوات ان انا اشيل الكرنبيط احطه في الخلطه، وابدا ان انا ايه احمره يعني. وخلصنا الحمد لله كل الكميه، وحطيتها بقى على جنب، وقلت بقى ايه اجهز احمر بطاطس. طبعا مفيش حد ياكل غير انا وزوجي. حمرت بطاطسايه كبيره كده زي ما انتم شايفين، بس قبل ما احمرها تعالى بقى اوريكم طريقه التقطيع بتاعتي. بحبها جدا جدا الطريقه دي، بتطلع البطاطس كلها مقاس واحد، وكانها بطاطس بومفريت كده، عارفين اللي هي البطاطس الجاهزه دي. حلوه قوي الطريقه دي. اول حاجه بقطعها شرايح كأن انا احطها في صينيه بطاطس، وبعدين اقطعها بقى صوابع كده. طبعا اللي معلمني طريقه تقطيع البطاطس دي زوجي، الله يا رب كده يديه الصحه ويطول في عمره ويخليه لبناته طبعا. هو بيحب المطبخ يعني احيانا، مش في كل الاوقات يعني، بيحب يحمر بطاطس زي اي حد يعني، زي الرجاله كتير ممكن ان هي يعني تحاول تعمل اكل لنفسها كده سريع. هو برضو ممكن يحمر بطاطس، ممكن يعمل سندوتشات سخنة، بيض بالرومي بالجبن كلام من ده. ممكن يعمل حواوشي، الاكلات اللي هي السريعة ممكن اي راجل عازب يقدر يعني ان هو يجهزها. طبعا هو كان متعود قبل الجواز على كده، كان بيحب يعني يعمل اكل لنفسه، ما كانش بيتعب والدته وكده. من الرجالة اللي بتحب تخش المطبخ تعمل اكل سريع يعني. في رجالة طبعا ما تحبش كده، بس انا الحمد لله يعني ان زوجي كده وهو اللي علمني طريقة تقطيع البطاطس دي.
قال لي اسهل وهتطلع كلها قد بعض. كنا احنا الاول بنقطعها، عارفين انتوا اللي هي شرايح طويله كده، ونقطعها فتطلع الصوابع كبيره ومش مقاس بعضها. وعشان انا طبعا ما اطولش عليكم الفيديو، فانا غسلت البطاطس بقى اللي انتوا شايفينها دي وحمرتها، وحبيت بقى ان انا اوريكم الاكل بعد ما جهزته. طبعا حطيت على البطاطس ملح زي ما انتوا شايفين كده، قلبتها في بعضها، و كده اكون جهزت كل الاكل. يعني عندي القرنبيط، البطاطس، بحب بقى ان انا احط على البطاطس انا وولادي. يعني بصراحه انا حبيت البهارات دي جدا بتاعت البطاطس دي. مش شرط طبعا النوع اللي انا بستخدمه، فيه انواع تانية كتير وبرده كلها حلوه. انا جربت كذا نوع من بهارات البطاطس دي، بصراحه كلهم حلوين، كلهم طعمهم حلو. فبرش كده على البطاطس بتاعتي شويه بهارات بتخلي طعمها جميل يعني الصراحه. وبعد كده بقى ايه، هوريكم كل الحاجات اللي احنا جهزناها مع بعض. البطاطس والقرنبيط، جبت بقى البتنجان اللي هو عليه الدقه الخطير جدا جدا، وكمان عندنا سلطة البابا غنوج، وكان عندي كمان فول. فقلت بقى ايه ان انا اسخنه واوضبه. فهو ده طبعا الاكل اللي انا جهزته، حاجة سريعة كده متاخدش اي وقت. يمكن حاجات كتير، بس الحمد لله انا عملتها يعني بسرعة، يعني ما خدتش مني برضو ايه وقت ولا مجهود كبير. طبعا وضبت الفول زي ما انتوا شايفين كده، اللي هو اخر طبق خالص. حطيت فيه ملح وكمون وفلفل وشوية شطة ونقطة خل لو تحبوا. يعني انا بحط نقطة خل كده بتخلي طعمه حلو، وفي نفس الوقت بتفتح لون الفول لو هو غامق شوية، وشوية زيت طبعا وعصرة ليمون. وكده الاكل عندنا بقى جاهز زي ما انتوا شايفين. طبعا الفول الحبة بحبتها، فانا بحب اهرسه الصراحة. فهنا قعدت اهرس فيه، احاول على قد ما اقدر اهرس فيه. وبعد كده حطيته بقى في الطبق زي ما انتوا شايفين كده. طبق الفول ده حماتي هي اللي مدمساه ومطلعهولي الصراحه، قالت لي انا مدمسه فول، هبعتلك طبق فول. طبعا ربنا يخليها ليا، يعني ما شاء الله عليها بجد، حما ولا كل الحموات. يعني ربنا يا رب كده يديها الصحه ويطول في عمرها، لان هي بصراحه مش حما، هي يعني هي امي التانية. بتاكلش حاجه من غيري خالص. هي طبعا ساكنه تحت مني، وانا ما بقدرش اكل حاجه من غيرها. بنزل لها حتى لو يعني حاجات بسيطه جدا. هقول لكم على موقف. انا مره نزلت لها مرته اللي هي بتاعه السمنه البلدي. انا بحب احوش وش اللبن، وبعد ما احوش علبه كبيره كده اروح مسيحاها على النار فتعمل لي سمنه بلدي ومرته. ولادي بيحبوا المرته دي جدا، فنزلت لها طبق مرته. هي حلوة وجميلة وكلتها وحبتها، بس تعبتها. ف... فانا بصراحة ما باكلش حاجة من غيرها، ومعرفش ان هي والله كانت هتتعبها. فهي بعد ما كلتها بقى تعبت. طبعا تقيلة عليها مرتة سمنة بلدي اللي هي بيسموها العجوزة. فيعني قصدي اقول لكم ان انا ما بعرفش اكل حاجة من غيرها، حتى ان انا يعني ممكن اديها حاجة تبقى تقيلة عليها، بس انا ما اعرفش والله. يعني ما خدتش بالي خالص. فبس كده احنا كده خلصنا الفيديو بتاعنا بتاع النهارده. اوريكم بس الغدا بتاع ولادي اللي هو الرز والبطاطس المدفونه، وعايزاكم تقولوا لي انتوا عارفين الاكله دي ولا لا. نسيت اقول لكم بس ان انا جهزت الاكل اهو زي ما انتوا شايفين، حطيته بقى على الطبليه، وكمان جبت عيش زي ما شفتوا معايا في الفيديو. وتعالوا بقى اوريكم ايه الغدا بتاع البنات اللي هو الرز والبطاطس المدفونه. زي ما انتوا شايفين معايا كده، هي دي الرز والبطاطس المدفونه. وزي ما انتوا شايفين هو ده شكلها. بصوا هو رز صيادية، يعني بنعمل له بصلة كده، نقلله بصلة ونبدأ بقى ان احنا نحط عليها المية والملح والفلفل، وننزل عليها البطاطس تاخد غلوة، وبعد كده نحط عليها الرز ونهدي عليه النار زي الرز العادي بالظبط. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ومع الف سلامة.